إسرائيل تريد التقسيم وأنتوا اللي بتقسموا، أنتوا اللي بتساعدوها، بتكونوا أدواتها بجهلكم. يا عم الوزر ما بيتحمل للآخر إذا حدا شتم. طيب عرفتوا هاي الفيديو منه من صناعة الغرف السوداء الصهيونية؟ الفيديو اللي ادعوا انه لشيخ درزي بالذكاء الاصطناعي المتقدم عملوه، لانه بيعرفوا ردة الفعل، درسوا انه هو جماعة اصوليين بنعمل هيك بيعملوا هيك. حركوهم ليقنعوا الطرف الاخر المعتدى عليه انه انتم ما الكم غيرنا هلا، وساعتها بنروح للتقسيم. أمة جاهلة تخرب لا تغير، هذا ما أقوله دائما. الاشتباكات مستمرة بين الفصائل الدرزية وبين الفصائل التي تعود إلى القيادة الجديدة في سوريا، وهذا يوحي أننا أمام خطر كبير على المنطقة بأسرها. وأن اشتعلت الأمور أكثر في سوريا ستنتقل حتما إلى لبنان وستشتعل المنطقة بأسرها، وهذا ما يريده العدو. جربنا اليوم ضربوا بالحرايق، بدك تحرق أنا بحرقك. على كل حال ضروري جدا نتفادى المصير الأخطر علينا جميعا، ويا ريت كنا نستمع لهذا الكلام. مين منا ما بحب علي بن أبي طالب؟ كنا سنة، كنا شيعة، كنا علويين، حتى المسيحيين ينظرون إلى سيدنا علي بنظرة مليئة بالاحترام لشخصه يعني. سيدنا علي بن أبي طالب كأنه دارسنا، عرفنا نحن قوم بتاع حروب، بتاع سفك دماء، وبتاع معارك تافهة وساذجة بنخسر فيها آلاف وآلاف المواطنين. أكثر من المعركة اللي صارت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل الصحابي عثمان بن عفان ما صار أبدا. مع حفظ الألقاب، نحن لا نقول عثمان رضي الله عنه، وسيدنا علي أكيد كرم الله وجهه ورضي الله عنه من أعظم الشخصيات التي جاءت إلى العالم. لما كان في معارك بين سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان وعرف أنه بلاد الروم جايين يغزوا جيش، ولما عرف أنه جيش الروم جايين يغزوا بلاد الشام، قال سيدنا علي مقولته الشهيرة: إن هاجم الروم بلاد الشام سأضع يدي في يد معاوية. يعني خلص اعطاك قاعدة للحروب ولتقدر تفهم كيف تنظم اولوياتك. انه اليوم قد ما كانت المعركة كبيرة مع خصمك وجاي العدو الاكبر يهاجمك او يهاجم خصمك، بدك تنزل معه بذات الخندق. واضحة. يعني سيدنا علي ما فينا نقول قد ايه صحيحة العبارة وقد ايه بتتطابق مع الحق، لانه عندما يدور علي يدور الحق، ونحن نحاول ان ندور حول الحق لكي يدور الحق حول علي، او على الحق الذي يدور حول علي. يعني بالتالي ما في داعي نفسر المقولة، اعطاك القاعدة اللي لازم تتبعها. اليوم قد ما كانت المعركة كبيرة بين الفصائل الدرزية وبين الفصائل التي تعود القيادة الجديدة في سوريا، بدهم ينزلوا سويا بذات الخندق ويحلوا كل الإشكاليات ويتوحدوا أمام بلاد الروم اليوم اللي هي إسرائيل، اللي هو خطرها أكبر من خطر الجميع. إسرائيل لمن يفكر أنها تريد أن تعاون أحدا لأنها تحبه. رح أعطيكم مثال بسيط جدا بالتاريخ، لأننا نحن لا نقرأ التاريخ ولا نقرأ بالمرة أساسا حسب التجارب اللي عم نشوفها اليوم. إسرائيل دعمت الفريق الذي انشق عن الجيش اللبناني وسمى بعدين حاله جيش لحد، لما أسسوا سعد حداد. لا أسف عليه ولا على الطريقة اللي رحل فيها. سعد حداد انشق عن الجيش اللبناني وأسس جيش لبنان الجنوبي الذي تحالف مع إسرائيل. اجت إسرائيل عطيته كل المساعدات اللوجستية والمادية. أي حدا بيمرض بيبعتوه على المستشفيات عندهم بحيفا وبتل أبيب وبالمناطق الإسرائيلية، فتحت لهم مستوصفات، فتحت لهم عيادات، نظمت لهم الطرقات، حسستهم أنه هن هلأ عم بيقودوا سويسرا الشرق يعني، بس بالمفهوم الأكثر انفتاحا وتطورا وتقدما. وكمان بيقولوا لكم انه هن تضامنوا او تحالفوا مع الاسرائيليه ليخلصوا من سيطره التنظيمات الفلسطينيه على اراضي الجنوب بالاجتياح اللي صار، او قبل الاجتياح اللي صار سنه 78. لما اسرائيل انسحبت تحت وطأة ضربات المقاومه وضربات اهل الارض، تركتهم وزتتهم وفلت. لدرجة في فيديو شهير لأحد المقاتلين بجيش أنطوان لحد كمان لا أسف عليه، شو بيقول انه نحن عارفين حتفلوا، بس ما تزلونا هيك بهيدي الطريقة، ما تزلونا هيك وتتركونا بدون ما تسألوا عنا. العائلات، عائلات المقاتلين بجيش لحد اللي راحوا لحالهم على إسرائيل وقاعدين هلأ هنيك،
بيتعاملوا كمواطني درجة ثالثة لأنه حست إسرائيل ما بقى لها فايدة إلهم يعني، ولا ممكن تعاملهم كأبناء الأرض بالنسبة لها أو أبناء الذين يتبعون المفاهيم اللاهوتية التوراتية، مثل ما هلأ القيادات المتطرفة اللي عم بتقود الدولة عندهم بيعطوهم 500 600 دولار بالشهر، ما بيعطوهم خدمات، نازلين مظاهرات العائلات، نازلين اعتراضات، وبيطلعوا بفيديوهات بيحكوا عن قسوة معاملة القيادة الإسرائيلية لهم مع أنه قدموا لها خدمات ووقفوا معها ضد أبناء الأرض. فأي حدا بيعتقد أنه إسرائيل مؤسسة خيرية ممكن تدعم أي فئة لأنه بتحبها بيكون مخطئ جدا. راجعوا التاريخ، اقرأوا أكثر عن التاريخ، وارحموا أصواتنا لأنه ما بقى قادرين ننطق على قد ما عم بتوجعونا بجهلكم وبخلافاتكم وبانقساماتكم. بس هذا العقل لا يقرأ. هلأ المطلوب تخلصوا سوريا من أحقادكم. ان دين محمد منكم بريء، أكيد أكيد طبعا، لأنه مش هيدا الرسالة، مش هيدا الرسالة اللي الله بعتها للإنسان ليتطور ويتقدم ويرتقي. انتوا عم ترجعونا آلاف السنوات لورا. الله يحمي سوريا، والله لا يسامح اللي عم بيعطي ذرائع واللي ممكن يتعاون مع العدو ليدمر سوريا. عبد الله بعلبك، إلى اللقاء.